هنا بدأت الحكاية، وما زالت فصول الرواية تحكي قصة شعب صامد وجرح نابض، قصة أرض مخضبة وحجارة مناضلة ودماء تروي أشجار فلسطين. كانوا في عيش رغيد، تخرج لهم الأرض نبتها مدرارا، ويأخذون رزقهم من البحر صيدا وإبحارا. كانوا في عيش ينعم به ربهم عليهم، يغدون خماصا ويعودون بطانا، لا يمنعهم من لذة عيشهم عدو غاصب ولا يهودي محتل. وفي ليل الظلم البهيم، وفي حالة من غفلة الأمة وتفككها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خلال هذه الغفلة هجم العدو المحتل الغاصب، فاشتغل في البلد سرقة ونهبا واغتصابا وتهويدا، رمل النساء ويتم الأطفال وشرد الناس، وأصبح الوطن الذي كان وطنا قريبا أصبح وطنا سليبا. لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، مزقوا الأرحام وفرقوا الناس وشتتوا الأوطان. بعدما كانوا في بيوت وأوطان أصبحوا في خيام في غير أوطان. بعد الجدة والغنى أصبحوا في فقر وحاجة. يعني في إنسان بينسى مسقط رأسه؟ لا إنسان مسقط رأسه مهما كان الأمر، مهما حصل معه مثلا تغير الوضع من لا غنى لا كذا لا بدور ولا بنسى، كل هذا برمي وراه وبنساش فلسطين أبدا، لا تنتسى. يمر الزمن ولم يكسر في نفوسهم حب العودة إلى فلسطين. لا يزال الأب يزرع ذلك في أطفاله، يزرع في أطفاله حب فلسطين، وهي التي لم يروها إلا صورا على الجدران أو صورا في الجرائد والمجلات، لم يروها إلا صورا وأحاسيس في قلوب آبائهم وأجدادهم وجداتهم. وهنا تعلقت قلوبهم ببيت المقدس، وهناك رجال ونساء يرابطون، حيث الصلاة ب500 صلاة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يحمون المسجد الأقصى من أي اقتحام أو تدنيس أو رجس أو أمر يضره، حيث الصلاة هناك ب500 صلاة. هناك في أكناف بيت المقدس لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هناك في أكناف بيت المقدس حيث الفئة المنصورة والفرقة الناجية التي يؤيدها الله تعالى وإن خذلها الناس. وهم في رباط إلى يوم الدين، يدفعون الأرواح ثمنا والدماء فداء. شهيد يتلوه شهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. يورثون الشجاعة والبطولة لأجيالهم، يورثون لأجيالهم النصر والعزة والتمكين. توافد على حياة السجن الآلاف المؤلفة من أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى أن تجربة الشعب الفلسطيني في هذا السياق يعني وضمن الأعداد والإحصاءات التي تم إحصائها ما يقارب 1,000,000 فلسطيني دخل سجون الاحتلال الصهيوني. وهذا يعني أن كل بيت وكل أسرة فلسطينية عاشت حالة الأسر بكافة تفاصيلها وتمتلك التجربة والخلفية عن هذا الأمر. يحاربون في أرزاقهم، في معيشتهم، في حياتهم. تهدم بيوتهم، يشرد أولادهم، ترمل نساؤهم، يضيق عليهم، حتى صاروا ينتقلون من بلد إلى بلد، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. هكذا قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل. توجهوا إلى القدس، إلى فلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هكذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها فلسطين، مهد الأنبياء ومهبط الوحي الأول. فيها المسجد الأقصى، فيها أكناف بيت المقدس، فيها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إنها فلسطين، لا يجوز أن ننساها، لا يجوز أن تغيب عن كلامنا، لقاءاتنا، مجالسنا، جهادنا. إنها فلسطين، ينبغي أن تظل الأجيال تذكرها، تذكر اغتصاب إسرائيل لها. إنها فلسطين.